شايف ان ليك شخصية في البيت؟ اه طبعا ليا شخصية في البيت. انت كذاب ابو صلاح. في البيت انا ماليش شخصية في البيت. لسه اما يبقى لي بيت مستقل اما يبقى لي بيت مستقل ساعتها يبقى لي شخصية في البيت، اعرف احكم على بيت، اعرف كده. اما انا دلوقتي يعني عادي، يعني عادي ايزي خالص يعني. يا عم اقعد يا عم اقعد. انا اهم شخصيه في البيت. ايه تاني؟ اهم شخصية في البيت. طبعا. من الاول جرجرت من خدتك خدرت. لو في اي حاجة يعني حصلت بيستعينوا بمين بقى؟ اسمك ايه؟ انا اسمي هيمن. ايه؟ هيمن. هيمن. مش ايمن؟ لا. طيب كويس، بيندهوا عليك على طول بقى. على طول. يعني بتحل المشاكل وكده؟ على طول، حتى مش في البيت بس في كل حته. كويس. بس كفايه كذب، كفايه كذب. طبعا اكيد. اكيد ليا شخصيه في البيت. لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالك. ازاي؟ ان انا بطلب الحاجه اللي انا مثلا عايزه اكلها، اني ليا خصوصيتي في الاوضه بتاعتي، رايي بيبقى مسموع. يا بنت حرام الضرب ده كتير، والله الضرب ده سبب اسري. طب لما بيكون في مشكلة بيتاخد برأيك؟ بيتاخد برأيي، بنتجمع كلنا وبنسمع آراء كل واحد فينا، وأصح رأي فينا هو اللي بنمشي بيه. استني يما، يعني اسكت انتي. اهو قلت اسكت انتي وخلاص بقى. قوي. ازاي بقى؟ مش عارفة اصدقك. مش مرتاح لك. مش ليا شخصية، أنا متخرجة مغتربة، يعني كنت في كلية وكده، بس يعني عايشة لوحدي اهو، فشخصية لوحدها معلش. انت شخصية مع نفسك. بالظبط. طبعا. الحمد لله. بس بيعاملوك ازاي؟ يعني كويس، بيعملوني كويس. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا. ايوه طبعا ليا راي في البيت. يعني مش بيسمعوا كلامي، بس هو ليا راي. مال لما بيكون في مشكلة أو حاجة بيستعينوا بيك؟ طبعا. أكيد. في البيت. أكيد أنا الكبير. طبعا. أكيد ليا شخصية طبعا. إزاي يعني؟ يعني ما حدش ماشي على كلامه عليا، دايما بقول رأيي في أي حاجة، مش بعمل قرار غصب عني، باخد قراراتي بنفسي. برافو عليك. ميرسي. مسيطر يعني؟ بيقولوا يعني، هما بيقولوا ان انا مسيطر، انا مش متاكد من كده عشان كل اخواتي اكبر مني. يعني الغطاسه بتاعت الرغدانه اللي انت فيها